طيب مديرية التموين في محافظة الجيزة ضبطت مصنع مخللات في منطقة كعبيش في الهرم. كعبيش، المصنع ده كان بيستخدم مواد خطيرة جدا على الصحة زي الصودا الكاوية، البوتاس، ملح السيحات وده ملح سام، وحاجة مؤسفة جدا ان المواد دي كان بيتم استخدامها علشان يبقى يعني يسرعوا تسوية المخلل قبل رمضان. المواد السامة دي صودا كاوية، بوتاس، ملح سيحات، بيستخدموه علشان يخلوا المخلل يستوي بسرعة واحنا داخلين على شهر رمضان. في حملات تانية برضو مديرية التموين قامت بيها، كان نتيجتها ضبط 60 شوال ملح سيحات، 10 شوالة صودا كاوية، شوالين ملح ليمون، و12 برميل زيتون جاهز للتوزيع. في موضوع الزيتون ده يعني احنا مش عارفين الزيتون ده كان زيتون غير صالح ولا لا. كان زمان كان في واقعة شهيرة جدا ان تم ضبط زيتون كان مدهون او كانوا حاطينه بورنيش اسود، يعني عاملينه بورنيش اسود علشان يبان ان الزيتون تمام ومستوي، لكن طبعا غير صالح للاستخدام الادمي. في كمان في القاهرة بقى مديرية التموين في القاهرة ضبطت 10 طن يميش غير صالح للاستخدام الآدمي ومصنع غير مرخص لصناعة قمر الدين. محافظ القاهرة قرر إقامة 5 شوادر للحوم لمواجهة طبعا ارتفاع الأسعار، وسعر كيلو اللحمة في الشوادر دي هيكون من 30 ل 35 جنيه. في موضوع ضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، معانا على التليفون المهندس محمود عبد العزيز وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني احنا بنشكركم اولا يعني على الجهد العظيم اللي بتقوموا بيه، وبالتالي احنا في موسم دلوقتي السلع موجوده ومعروضه بشكل كبير، والخطوره ان يبقى السلع دي يكون في منها كميات غير صالحه للاستهلاك. فقول لي انتوا بتقدروا توصلوا لضبط الكميات دي ازاي؟ يعني في معلومه سابقه بتجيلكم ولا دي حملات دوريه؟ لا، هو حضرتك الحملات طبعا يعني في الموسم زي رمضان احنا طبعا بنكثف الجهود والرقابه على المخازن والثلاجات والمصانع عشان نتاكد من ان السلع دي بتنتج على بالصلاحيه بتاعتها المظبوطه بالمواصفات القياسيه السليمه، ما تكونش من مصانع غير مرخصه، ما تكونش من سلع مجهوله المصدر. طبعا احنا بنبتدي بهذه المصانع اللي هي غير مرخصه وملهاش اي ضوابط في عملها خالص. تمام. طبعا بنفاجئ هذه المصانع وبيتم تحرير المحضر اللازم واحالته للنيابه واختار معالي المحافظ بس دي بالنسبه للمصانع الغير مرخصه، الوضع ايه بقى بالنسبه للمحلات ولو البضاعه دي معروضه بالفعل؟ وطبعا احنا مسكنا حاجات ثانيه معروضه كانت بالفعل، بس كانت يعني في بدايه عمليه العرض لليميش دوت. هو اليميش يعني ايه يكون غير صالح؟ تصلح المعلومه، بس احنا ماسكين اكثر من 20 طن يميش. دي مشكله كبيره، احنا بنتكلم في اطنان. لا هو طبعا هقول لحضرتك حاجه، احنا بنعمل الحملات دي وقائيه وبننشط السوق من السلع الغير صالحه اللي ما عليهاش بيانات، المجهوله المصدر، اللي مهربه بدون مستندات. طبعا احنا بنعمل ده كاجراء وقائي، لكن احنا دلوقتي لو حضرتك هتلاقي اسواق القاهره دلوقتي المعروض فيها حاجات كويسه جدا. طيب علشان يبقى المعروض كويس وعلشان الناس اللي بيروحوا يشتروا بنتكلم في اطنان يميش غير صالحه للستخدام. انا الاول مش عارفه يعني اليميش الغير صالح للاستخدام ده منتهي الصلاح. الكميات اتمسكت قبل عرضها. قبل عرضها لو خليك معايا بس يا باشمهندس، لو ده اتسرب وموجود كمواطن رايح يشتري يميش، هل بمقدوره ان هو يقدر يتعرف على ان اليميش ده صالح او غير صالح؟ طبعا احنا بننبه ان لازم يبص في تاريخ الصلاحيه بتاعه. تاريخ صلاحيه ايه اليميش؟ لازم طبعا وهيعرف موجود عليه بيانات، عليه تاريخ صلاحيه، لازم يدقق في تاريخ الصلاحيه قبل ما يشتري الحاجه. والبلح ما بقاش عليه تاريخ صلاحيه. البلح ليه؟ على الاشوله نفسها اللي بيتاخد منها، اذا كان مش معبأ بيبقى على الشوال نفسه
موجود عليه تاريخ صلاحيه. والله كويس حضرتك نبهتنا النقطه دي، لان بتهيألي قليل قوي ان حد هو رايح يشتري بيبص على الشوال يشوف تاريخ الصلاحيه منتهي ولا لا. انا بشكرك المهندس محمود عبد العزيز، وكيل اول وزاره التموين بمحافظه القاهره.